ازيكم حبايب قلب عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وشرح جديد من منصة وان اكس بت. النهارده يا جماعه جايب لكم استراتيجيه جديده في لعبه كراش، لعبه الطياره على منصة وان اكس بت، وهنعرفك ازاي تقدر تحقق منها ارباح خياليه وتعوض اي فلوس انت خسرتها في المنصه. طيب، قبل يا جماعه ما نخش بس في شرح النهارده، عايز اقول لكم ان احنا عاملين مسابقه بقيمه 1000 جنيه هنوزعها على 5 اشخاص، كل شخص 200 جنيه. تمام. شروط المسابقه يا شباب بسيطه جدا، ان انت تكون عامل اشتراك معانا في القناه، ويكون حسابك متسجل بالبرومو كود ده يا شباب ES124. بنيجي على التسجيل، وهنا في البرومو كود بنكتب ES124. ده يا جماعة البرومو كود يا جماعة اللي الكل لازم يسجل بيه، ونيجي في تحديد المكافأة هنخليها على الجيمز. تمام يا شباب. طيب، البرومو كود يا جماعة ولما انت تختار الكازينو، بتاخد البرومو كود ده بيديلك 100%، عفوا، بيديلك ضعف ايداعك او اي ضعف اي مبلغ انت تعمله في المنصة، وكمان بيخلي نسبة حظك 200%، وكمان بتدخل معانا مسابقاتنا ان احنا بنبعت لكل الناس فلوس في حساباتها. بعد يا جماعه ما تسجل بالبرومو كود ده يا شباب و تعمل اشتراك معانا في القناه، ابعت لنا رابط، ابعت لنا رقم حسابك في جروب التليجرام، هتلاقوا الرابط في الوصف اسفل الفيديو. وان شاء الله يا جماعه نختار 5 وهنبعت لهم كل واحد 200 جنيه يا شباب. دي يا جماعه مسابقه الفيديو النهارده. طيب، والناس يا جماعه اللي هي كانت مسجله حسابات قبل كده وبتتكلم على طول ان حسابها ضعيف وبتخسر، حسابك ضعيف حبيب قلبي، حسابك ضعيف. تمام. فانت اخرج من حسابك وسجل بالبرومو كود ده يا شباب علشان يكون حسابك قوي. البرومو كود ده بيخلي حسابك قوي ES124. تمام حبيب قلبي. طيب يلا يا جماعه نخش يا جماعه في استراتيجيه ولعبه النهارده على طول. احنا كده يا جماعه هنلعب لعبه الطياره. طيب احنا كده بادئين وانا حسابي في 89,000 جنيه. تمام. انا كده دخلت يا جماعه، والطياره بسم الله ما شاء الله طالعه كده على طول. ماشي. فهحاول بقدر الامكان ان انا اول دور مش هدخله. المفروض ان هي ادام عدد 10 كده، المفروض ان انا هسيب دورين ما ادخلهمش. تمام. لان الدور اللي هو بعد الدور ده بنسبة كبيرة ان هو هيعدي رقم 5، وبنسبة اكبر ان هو مش هيوصل ل2. تمام. فانا مش هدخله خالص. تمام. فانت اتعود كده، اتعود كده ان انت ما تدخلش تلعب على طول. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية يا شباب ان احنا مش عايزين حد يطمع. زي ما قلنا كده يا شباب ان هي بنسبة ممكن تطلع لحد 5. ماشي. طيب زي الفل. المفروض برضه يا شباب انصحكم ان انتوا بعد الدور اللي هو عدى 10 تسيب دورين ما تدخلهمش. تمام. بس انا هدخل كده عند، ادخل ب200. تمام. وهسحب عند 1.5، مش هغامر، وهسحب عند 1.5. ماشي. عند 2 كويس. كويس ماشي. طيب انا يا جماعه برضو مش عايزكم تلعبوا بميتينات والارقام دي، لا، انت العب على قد فلوسك، علشان لما تشوف استراتيجيه ان تعرف تلعب بيها وتعوض خسارتك. انا مش هقول لكم انا مش بخسر، لا، انا بخسر، بس هي الفكره كلها انت ازاي تقدر وتعرف تعوض خسارتك. طيب ماشي. يلا برضو خلينا كده عند 2. يلا. يلا. كويس. ماشي. تلعب براحتك ومن غير خوف، بس العب بدماغ وما تطمعش. طيب بصوا يا شباب، هي كده طلعت ال22، وبعديها ضربت عند تحت الاتنين، وبعديها طلع الدورين فوق الاتنين. بص، اتعود دايما في الحالات اللي زي كده تستنى وما تصلش حتى كمان الاتنين. يعني خليك مثلا اول دورين كده ايه، اسحب عند 1.5. ماشي. حتى لو طلعت ما تزعلش، مش مشكلة، مش مشكلة تطلع، بس انت العب في المضمون. العب في المضمون يا حبيب قلبي. بلاش طمع، بقول المرة المليون يا جماعة، بلاش طمع. والله لو معاك 1,000,000 جنيه هتخسره. طول ما انت بتطمع هتخسره. العب براحتك علشان تقدر تكسب كويس. ماشي. نسحب برضو عند 1.5، مش مشكلة. طيب، انا هنا يا جماعة خسرت اضاعف المبلغ اللي معايا. المفروض ادخل ب400، بس انا ايه، هدخل ب500. تمام. يلا. وهسحب برضو عند 1.5. يلا. عاش أوي. ماشي. مش مشكلة كده، أنا خسرت 200 وخسرت 500، يبقى خسرت 700. ماشي. أدخل ب1,500.
وهسحب برضو عند 1.5 او 1.7. ماشي. يلا يلا كمان. عاش 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 قوي. عاش قوي اهو. سحبنا عند الاكس 2. ماشي كده كسبت، انا كسبت كده. عوضت كل خسارتي ومكسبي كمان. بعد ما بكسب بروح راجع ايه لاقل مبلغ كنت بلعب عليه، لاقل مبلغ كنت بلعب بيه ترجع له تاني. ماشي. يعني انا خسرت، ماشي، زودت خسارتي، بضاعف المبلغ اللي اهو. خسرت 200 هدخل ب 500. ماشي. علشان اعوض خسارتي وفوق خسارتي مكسب كمان. يلا. ماشي ونسحب عند 1.5. نسحب الدور ده كده عند 1.5. يلا حلو. حلو قوي. ماشي. لو طلعت لحد 30 ما تزعلش، انت العب في المضمون. ماشي. يلا. متنسوش يا جماعة مسابقة النهاردة يا جماعة الكل يسجل بالبرومو كود بتاعنا ES124. طيب حلو قوي. مش مشكلة، اطلعي زي ما انت عايزة ما يفرقش معانا. اطلعي زي ما انت عايزة ما يفرقش معانا. ماشي. يلا. هنرجع تاني لأقل حاجة 200. وانصحك بعد الادوار اللي بتطلع فوق 10 دي ما تدخلش اول دورين اهو. مالكش دعوة باللي انا بعمله. انصحك ما تطلعش، ما تنزلش اول دورين. ماشي. بلاش مغامرة يا شباب، بلاش مغامرة. انا بقول للمرة المليون اهو. بلاش مغامرة حتى لو انت واثق ان هي هتطلع. ماشي. انا عارف ان هي بعد الدور اللي هو اللي عليه ده بنسبة كبيرة بتطلع لحد 5. بس انا بعمل مغامرة، انت ما تغامرش. ماشي. لان هي بتطلع والدور اللي بعديه على طول بتبقى تحت 2. يعني المفروض ان الدور ده تحت 2. ماشي. فانا هاجي الدور ده عندي 1.5. اه. يلا. براحتي كده والعب براحتي واكسب كده حاجة بسيطة بحاجة بسيطة وما نغامرش. ماشي. اهو. دي يا جماعة كده ايه استراتيجيتنا اللي احنا بنلعب بيها وبنعرف نحقق بيها ارباح كويسة جدا جدا جدا. اهو. نلعب براحتنا يا شباب. يلا. مش مشكلة، مش مشكلة، هنلعب الدور ده ب 500. يلا. هنلعب الدور ده ب 500 ونسحب برضو عند 1.5 علشان هي كانت فضلت فترة طويلة فوق. فخلينا في المضمون هنا عند 1.5. وطمعنا ونسحب عند 2. ماشي. اهو. بقى معانا يا جماعة 92,000 جنيه. يعني بس في خلال شرح فيديو النهاردة كسبين حوالي من 3000 جنيه. تمام يا جماعة. ودي يا جماعة كانت استراتيجية النهاردة. اتمنى يا جماعة الكل يقدر يلعب بيها، والعبوا براحتكم والعبوا بدماغ علشان ما تخسرش في البرنامج. وللمرة يا جماعة الأخيرة متنسوش مسابقة النهاردة والبرومو كود بتاعنا ES124 الكل يسجل بيه. تمام يا شباب. وبعتلنا رقم حساباتكم يا جماعة في جروب التليجرام، هتلاقوا في الوصف في الفيديو علشان نقدر نبعت لكم نبعت للناس اللي كسبانة. واي حد عنده استفسار او اي مشكله او اي حاجه في المنصه يسيب لنا في التعليقات او يسيب لنا في جروب التليجرام، وان شاء الله هنزل لكم شروحات تانية كتير واستراتيجيات تانية كتير يا جماعه واحل لكم اي مشكله معاكم. بس انتظرونا في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله.